فكنت عند الشيخ من باز، وأثناء الجلوس معه سألني عن أحوالي الخاصة. قال لي: كم عندك زوجات؟ قلت: عندي 2، عندي عفريتتين. قالوا: عيال؟ قلت: عندي 10 عيال، 4 ذكور و6 إناث. قال: مثلي. فعلا الشيخ عنده زوجتان وعنده 10 عيال. قال: وش معنى عفريتتين؟ ليش صاروا عفاريت؟ قلت: العفريتة يا شيخ أقوى شيء في السيارة، شوفها كذا لكن تشيل السيارة، هذه عفريتة. إذا قالوا له الواحد هذا عفريت يعني إيش؟ يعني بطل. فعندي عفريتتين. قال: كيف سميتهم؟ قلت: كنت في سفر من مكة إلى أبها، وتلك الأيام أيام زواجي بالزوجة الأخرى الثانية على أولادي، الدكتور أحمد والدكتور أنس رحمة الله عليها وغفر الله لها، توفيت. كانتا معي في السيارة، ولكن الأجواء لا زالت مغيمة، وأنا أحاول أنكت عليهم وأضحكهم لكن عجزت. كل واحدة قايلة كذا، قرنها مثل قرن الثور. المهم نسولف. في رحيمي زوج ابنتي، ابنة أم أحمد، كان وراي، ولما قربنا من منطقة الليث أشار لي بالسيارة فوقفت. لما جاء عندي قال: يا عم. قلت: نعم. قال: خلك تمشي وراي. قلت: ليه؟ قال: علشان لو صار بنشر أنا ما عندي عفريتة، أنت عندك عفريتة. قلت: عندي عفريتتين. خذ العفريتة الكبيرة، قصدي أم مرته. فضحكتا. قالوا: ما دام قدنا عفاريت. لا والله اني بوطي. عود نزلت ام احمد الله يرحمها وجبت ذيك خليتها قدام وسلكت الامور من ذلك اليوم. هذه الطرفة.